يا ترى ايه هو اكتر كونسول عمل مبيعات على مر التاريخ؟ تخيل انك ممكن تلعب اي جيم في الدنيا على اي منصه وما تشغلش بالك بالصوره. لو انت بي سي جيمر وبتعاني من مشكله الفريم دروب والستاترنج وحاسس انك خلاص هتكسر الكمبيوتر بتاعك، اهدى كده وانا هقول لك تعمل ايه. واسطوره النهارده بتقول انك لازم تدفع فلوس كتير قوي عشان تبقى جيمر. ايه الكلام ده؟ عايزين تفهموا اكتر؟ اتفضلوا معانا. انا شريف جويفل وده برنامج اكس او. تفتكر ايه هو انجح كونسول في التاريخ؟ في يوم 3 ديسمبر سنه 93 ظهر البلاي ستيشن 1 في اليابان لاول مره وعمل نقله في عالم الالعاب، لكن ما كانش انجح كونسول في التاريخ. اللي بعده هو اللي قدر يعملها. البلاي ستيشن 2 ظهر لاول مره في اليابان يوم 4 مارس سنه 2000، وعلى مدار عمره قدر يبيع اكتر من 155 مليون نسخه. ومفيش كونسول تاني عمل المبيعات دي غير البلاي ستيشن 2، لانه كان باكوردز كومباتبل وبيشغل العاب ال1 من غير مشاكل. من الاخر كان هو ده احلى كونسول واحلى العاب في التاريخ نزلت على الجهاز ده. سامسونج اعلنت عن فتح الطلبات المسبقه او البري اوردر لبروجيكتور جديد اسمه فري ستايل جن 2. بروجيكتور صغنطوط كده بس جامد قوي، ريزولوشن 1080 بي وبيشتغل على اي جهاز كمبيوتر واي كونسول، ومعاه كلاود جيمنج سبورت، بمعنى انه بيدعم خدمات الكلاود جيمنج زي اكس بوكس مثلا، وطبعا بيدعم اي كنترولر عن طريق البلوتوث. الفري ستايل جن 2 ممكن يطلع لك صوره بحجم 100 بوصه، اللي هو انت حرفيا هتبقى غطسان في عالم اللعبه، وبيديك طبعا كل الابلكيشنز اللي بتيجي على اي سمارت تي في. سعر الفري ستايل جن 2 هيكون $800. ابعت هات لي 2 لو سمحت. الفريم دروب والستاترينج مشكله معظم الناس اللي عندها بي سيز او اجهزه كمبيوتر. تبقى بتلعب وفجاه الفريم ريت ينزل من 60 ل 35 ويرد تاني، الصوره تقطع، تلف الكاميرا تلاقي فيه تقطيع. طب ليه كل ده؟ بدايه كده المشاكل دي ليها كذا علاج، تعال ناخدها واحده واحده. اول حاجه الالعاب نفسها، لازم حضرتك تاوبتمايز اللعبه وتظبط الاعدادات والسيتنجز بايدك. دور على النت على افضل سيتنجز في اي لعبه تمشي مع كارت الشاشه بتاعك، ودايما تطفي السيتنجز اللي ملهاش لازمه زي الموشن بلور والبلوم والدبث اوف فيلد والامبيانت اوكلوجن. طفي كل ده وادعي لي. ظبط الويندوز او السيستم بتاعك، اقفل اي برامج ملهاش لازمه، الغي الجيم بار، ظبط اعدادات البايوس، واهم حاجه اوعى تلعب على فريم ريت مفتوح او ان كاب. ليه بقى؟ علشان هي مش شطاره، انت كده بتحمل على كارت الشاشه والبروسيسور والرام زياده عن اللازم. لازم تحط كاب على الفريم ريت علشان هو ده الصح. الالعاب معموله كده اصلا، زي مثلا هتلعب على 4K يبقى اخرك 60 فريم، 2K معاك لحد 120 او 144، وطبعا ما تعديش الفريم ريت بتاع شاشتك. حتى لو الشاشه فري سينك شغل الفي سينك عشان الفريم تايم يتظبط وما يحصلكش فريم دروب. اخر حاجه ودي اهم واحده، لو انت بتلعب على شاشه جيمنج وعندك اوبشن اسمه ريسبونس تايم، ابوس ايدك خليه ستاندرد، اوعى تعمله فاست او فاستر مع الموشن بلور، لان دي اكتر حاجه بتعمل ستاترنج وفريم دروب. وصدقني دي عن تجربه، عذبتني 3 شهور لحد ما عرفتها بالصدفه. الاسطوره بتقول ان الجيمنج ده حاجه مكلفه جدا ولازم تدفع فلوس كتير قوي عشان تبقى جيمر، تجمع اقوى كمبيوتر، تشتري احدث كونسول، كل ده علشان تاخد افضل تجربه. مش كده؟ لا والله مش كده خالص، الموضوع ابسط من كده بكتير. لو انت نفسك تدخل عالم الجيمنج، مبدئيا كده الموبايل اللي في ايدك ده جيمنج ديفايس، والتابلت كمان، الاثنين دول عليهم كميه العاب لا حصر لها ومعظمها ببلاش. اما بقى لو انت عايز تشتري جهاز كمبيوتر، ابتدي بالمستعمل وبلاش الاستيراد، الا لو اللي بيبيع لك عنده ضمير، غير كده بلاش الاستيراد. جمع لك جهاز مستعمل على قد ميزانيتك وجرب القطع قبل ما تشتريها. لو مش هتقدر تجمع، هات لك جيمنج لابتوب مستعمل، بس يكون من الاجيال اللي لسه بتقدر تشغل الالعاب الجديده. مش لازم جيل جديد، بس ما يكونش قديم قوي. ما قدرتش على كل ده، مفيش مانع انك تشتري بلاي ستيشن 4 او اكس بوكس 1 مستعمل وتدخل لعالم الجيم، ومش هيكلفك اي ابجريدز، اشتراكات وزياده مساحه فقط. شفت بقى الموضوع بسيط ازاي؟ ما تعقدش نفسك، المهم انك تنبسط وبس كده. ودي كانت حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه دوس لايك واعمل شير وما تنساش تعمل سبسكرايب. كان معاكم شريف جويفل، واستنونا في حلقه جديده من اكس او. سلام.